يأجوج ومأجوج ما كانوش اشخاص كيف ما تيبين الاسم ديالهم ولا كائنات فضائيه كما بزاف د الناس كيتخيلوهم، لكن هما اسم قبيلتين من النسل ديال يافت بن نوح. قبيلة يأجوج اسمها مأخوذ من أجيج النار، يعني فاش كتكون سخونة بزاف، وقبيلة مأجوج اسمها مأخوذ من الماء الأجاج اللي هو تيكون مالح بزاف لدرجة أنه تيحرق من كثرة الملوحة ديالو. والأسماء ديالهم بوحدها خير دليل على النوع ديالهم كيف داير. الغريب والمميز فيهم هو الشكل ديالهم اللي غريب على البشر شوية. الجسم ديالهم عريض ومسطح وعيونهم صغيرة وشعرهم كحل ومحمر وصحاح تبارك الله حتى واحد ما يقدر عليهم. أعدادهم كبيرة بزاف لدرجة أنه في أحاديث على يوم القيامة ملي الله تعالى غيأمر بإخراج أقوام من الناس للجنة غيخرج شخص واحد من كل 1000. والمقصود هنا أن 999 شخص من يأجوج ومأجوج غيبقاو في النار، وواحد من نسل آدم هو اللي غيخرج للجنة. وهنا كنلاحظوا عددهم الكبير مقارنة مع الناس الآخرين. فتخيل كمية الفساد اللي ممكن توقع بقوم الدوبل ديالنا عددا وقوة وبأسا. فاللي وقع انهم كانوا اقوام مفسدة في الارض، تعداو على كاع القبائل اللي حداهم، كانوا تيهجموا عليهم مرة كل عام، تياخذوا ليهم خيرات البلاد ويتسببوا في قتل الناس ويمشيو. وكان في هذا الوقت واحد الملك صالح ملقب بذي القرنين، الله سبحانه وتعالى ميزو بالتمكين في الارض، وكيف ما قال الله في سورة الكهف إنا مكنا له في الارض، يعني عطيناه الامكانيات كامله اللي تخليه يقدر يتصرف كيف ما بغى. ذو القرنين ما كانش نبي ولا من الاولياء، فداك الشيء اللي كان عنده ماشي معجزات، انما الله عطاه مفاتيح العلم، وكان يعرف علوم الهندسه والجغرافيا والفيزياء وغيرها، كان يعرف كيفاش يتصرف بها. بمعنى الله تعالى عطاه الاسباب اللي يقدر من خلالها يوصل لاي حاجه بغاها ويديرها. واتيناه من كل شيء سببا، فكان يتبع الاسباب ويمشي في الطريق اللي الله سمح ليه يمشي فيها باش يوصل للمراد ديالو. فاتبع سببا، كان تيمشي بالجيش ديالو في شرق الارض ومغاربها، وكيحط حكمه الله في الارض، وكيدير العدل والصلاح في كل بلاصه كيمشي ليها. ومن ضمن هذه الرحله ديالو انه مشى للغرب توصل لمغرب الشمس. غتقول لي على كاينه شي بلاصه في الارض فيها المغرب الشمس، لكن المقصود هنا انه وصل لاخر ارض معموره بالسكان في ذاك الزمان من جهة الغرب. فلقى الشمس كتغرب على واحد الأرض زراعية شبعانة عيون مائية، فوجدها تغرب في عين حمئة. الحمئة هنا المقصود بها هو الرماد، والمقصود بها انعكاس الطين اللي في الأرض على العيون اللي في الأرض، خلى لون العين يبان كحل، وكتبان الشمس وهي كتغرب بحال إلا داخلة في ديك العين الكحلة. المهم أن هاد أصحاب الأرض كانوا ناس ظالمين، والله خير ذي القرنين وقال ليه إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا. فالظالمين هنا يستحقوا العذاب، وهذا منطقي. انما شنو هو وجه الاحسان اللي ممكن يكون مع الناس الظالمه؟ فالاحسان اللي قصد الله في الايه هو يوعيهم، يمكن يكونوا من اهل الغفله، وملي يلقاو اللي يفهمهم ويذكرهم يقدر يتراجعوا على الظلم ديالهم ويوليوا ناس مزيانين. فكان قرار ذي القرنين انه قال من ظلم فسوف نعذبه. ولاحظ هنا أنه ما قالش سوف نعذبه، وإنما قال فسوف نعذبه، وهذا دليل على أنه ما غاديش يحاسبهم من الأول، لكن غيفهمهم ويعطيهم مهلة، واللي ظلم من بعد هو اللي غيتعذب. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وبدأ العدل كيتطبق في القرية، وبدل دولة الظالمين لدولة جديدة مبنية على العدل والمساواة من بعد اتجه ذي القرنين لمشرق الشمس. ويقد يكون سبب في تسميته ذو القرنين لأنه وصل لقرني الأرض، أي مغرب الشمس ومشرقها. وتيقولوا بعض الأساطير أنه كان لابس كاسك عليه 2 قرون، وتيقولوا أنه وازن بين قرن العلم وقرن الإيمان، وطبقهم بجوج عليها تسمى بذو القرنين. تلفت الأقاويل والنتيجة وحدة. المهم ملي وصل للمشرق أو لآخر أرض معمورة من جهة الشرق، لقى ناس ما بينهم وبين الشمس حتى حاجة، كيف ما تنقولوا منهم للشمس، لا مباني لا شجر، حتى حاجة ما كدير لهم الظل. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فتيقولوا انهم كانوا في بلاد اللي الشمس عندهم كتبقى 6 شهور نهار من غير الليل. المهم انهم كانوا كيتعرضوا للشمس كتقتل النهار كامل، وكانوا كيهربوا منها وكيتخباو في الماء، وملي كتمشي كيطلعوا يعيشوا وياكلوا. القرآن الكريم ما ذكرش تفاصيل كثر على هذه القصة، لكن قال الله تعالى كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. فالله تعالى وحده اللي عارف شنو وقع في هذه القصة. لكن تيقولوا بعض
بعض الاساطير انه في معنى الايه كذلك يعني دار معاهم داكشي اللي دار مع اهل الغرب. المهم ذو القرنين كمل مسيرته، توصل لعند واحد القوم عايشين بين سدين، وتيقولوا انهم عايشين في منطقه وسط جوج جبال او منطقه عامره جبال. هاد الجبال هما اللي كانوا عايشين فيهم قوم ياجوج وماجوج، يعني هاد الناس جيران لياجوج وماجوج. وقول الله تعالى في سوره الكهف لا يكادون يفقهون قولا. فسروا بعض العلماء انه من هول المصيبه اللي هما فيها ما كانوش قادرين يعبروا، وفسروها بعض العلماء انهم كانوا تيهضروا لغه غريبه وصعيبه الفهم، وفسرها بعض العلماء على انهم ما كانوش تيهضروا ولا كيسمعوا فتفاهموا مع ذي القرنين غير بالاشاره. المهم ان هاد الناس كانوا عارفين ذي القرنين، وهذا الشيء كيبين بانه كان مشهور. قالوا ليه غنعطيوك اللي بغيتي من الفلوس، لكن تبني سد بيننا وبين ياجوج وماجوج. وافق على باش يعاونهم ورفض اي مقابل، وان العلم اللي عطاني الله حسن من فلوسكم. ما كانش باغي فلوس، لكن كان باغي ناس يعاونوه، ناس تخدم معاه، لان عنده خدمه كبيره وصعيبه محتاجه الناس قويين وكتار. فاعينوني بقوه. ومن بلاغه القران انه صحح لهم المطلوب بانهم غيبنيو ردم بدل من سد. والفرق من وجهه نظر هندسيه ان السد بناء حي والردم بناء ميت. فالسد عنده عمر افتراضي يقدر يوصل لعشرات السنين، ولما يفنى غيتحول لبناء ميت. اما الردم هو من الاصل بناء ميت، فغيعيش ان شاء الله سنين من غير ما يفنى. طلب منهم يجيبوا ليه الحديد ويحطوه الواح متساويه وحده حدا الاخرى، ويحدوا هاد الالواح بين الجبلين، وبداو كينفخوا فيه بالعافيه باش يسخن. ملي تحمر جابوا نحاس ودوبوه وطلقوه عليه، وملي سخن كان تفاعل ما بين الحديد والنحاس اللي صنع عليهم سد منيع وقوي وصعيب شي واحد يهرسه، وخلى داك الردم ملس باش يكون صعيب على شي واحد يتسلقه. وهذا المعنى ديال قول الله تعالى فما استطاعوا ان يظهروه، يعني ما قدروش يتسلقوه. ومن ديك الساعه قوم ياجوج وماجوج محبوسين في بلاصتهم على الارض، والخروج ديالهم غيكون من علامات قيام الساعه. تيقول العلماء في حديث خروج ياجوج وماجوج انهم كل نهار تيبقاو يضربوا في السد بكل قوتهم، وملي كتبدا تبان لهم اشعه الشمس يعني كيقربوا يهدموه، تيقول لهم القائد ديالهم يلا حتى الغدا ونكملوا. وبقدره الله داك السد كيرجع كيف كان، وملي رجعوا الغد ليه تيلقاوه تسد وتيبداو يحفروا من الاول. حتى لواحد النهار غيقول لهم القائد يلا حتى الغدا ان شاء الله ونرجعوا، وغيرجعوا الغد ليه ويلقاوه قرب يطيح ويكملوا عليه. وهنا قول الله تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. وغيخرجوا ديك الساعه على البشر من كل حدب ينسلون، يعني غتلقاهم نازلين من بلايص مرتفعه بسرعه كبيره، وبكثرت ما غينتشروا في الارض غينشروا فيها الفساد، لدرجه ان شويه منهم غيوصلوا لشي بحيره ديال الماء غيشربوا منها مره واحده ويخليوها ناشفه، بل حتى ما يوصلوا اللي غيبقاو خاربين في الدنيا، وغيقولوا باللي قتلنا اللي في الارض يلا نقتلوا اللي في السماء. وهنا الله سبحانه وتعالى غيصيفط لهم جيش من واحد الحشره كتكون في انف الجمل سميتها نغف، غتخليهم في نيفهم وغتقضي عليهم كاملين. سبحان الله الجبار في الارض. الله تعالى قادر يخلي نهايه اي شخص متجبر في الارض على اهون سبب. وهذه كانت قصه ياجوج وماجوج. ناونا قصص اخرى.